الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي وفق عبده لطاعته وجعل الجنة مأواه، وأضل العاصي الفاجر وجعل النار مثواه. فاللهم ربنا لك الحمد أن هديتنا للإسلام ووفقتنا للعمل الصالح بما جاء به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأسأله اللطف بعباده إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا وملاذنا وشفيعنا وأستاذنا محمد رسول الله، أرسله الله رحمة للعالمين، هاديا إلى صراط الله المستقيم. ما ترك لنا ذرة من خير إلا وبينها لنا أو أمرنا أن نسير على نهجها، وما ترك لنا ذرة من شر إلا وبينها لنا وأمرنا أن نجتنبها ونبتعد عنها. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي وعلى آله وأصحابه الأطهار الأخيار الذين جاهدوا في الله حق جهاده فعاشوا أعزة وماتوا سعداء. أما بعد أيها الحضور الكرام، نحن نجلس الآن في مجلس، وفي هذا المقام لا يخفى علينا، فكل يوم نشيع لنا ميت، وكل يوم نشيع لنا حبيب. فما من قبور تبنى ولا تبنى، وكم من مريض عدنا ولا عدنا. حقيقة الأمر إنني أقف الآن هذه الوقفة لا أريد جزاء ولا شكورا، إن أجري إلا على الله. فتعالوا بنا نعيش تلك الدقائق المعدودة لعلنا نخرج من هذا المقام بفائدة ربما نكون غافلين عنها. فالموت يأتي بغتة ونحن لا ندري متى الأجل. بين عين كل حي علم الموت يلوح، كلنا في غفلة والموت يغدو ويروح. نه على نفسك يا مسكين إن كنت تنوح، لتموتن وإن عمرت ما عمر نوح. كلمات معدودة لكن لها معاني خطيرة في زمان الغفلة، في زمان الغفلة، في زمان غفلت فيه القلوب
وضاعت فيه الحقوق، ولا نملك إلا أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه هي حقيقة أمرنا اليوم. فتعالوا نعيش مع هذه الوصية، وصية الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. فما والله ما تحول حالنا إلى هذا الحال الذي نعيشه إلا يوم أن ابتعدنا عن القرآن وعن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد قرأ علينا القارئ في الربع الأول من سورة النور: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فاسمع إلى وصية الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. فعن جابر رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلوا ما بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له، وكثرة الصدقة في السر والعلن. ماذا ستكون النتيجة؟ ترزقوا وتنصروا وتجبروا. أين نحن من تعاليم رسول الله؟ أين نحن؟ الرسول يوصينا ويقول: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم قبل أن تموتوا. ومن منا يعلم متى الساعة ومتى الأجل؟ فأنفاس معدودة في أماكن محدودة، واحنا والله ما نعرف مين اللي جاي عليه الدور. احنا كل يوم عمال نشيع ميت وحبيب ونبكي ونعيط ونحزن شوية، وبعد كده كله يعود إلى ما كان عليه. وليعلم ابن آدم توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. بالله عليك، يعني حاجة تحزن القلب وتدني العين. إذا كنت أنت جالس في مجلس شيعت فيه أخت لنا، ندعو الله تعالى أن يتغمدها برحمته، فهل اعتبرت حينما أرى هذا بعيني فهذا يدني عيني؟ والله يا شيخ بدران، حينما يؤذن المؤذن لصلاة العصر وحمل الجثمان على الأعناق ودخل به المسجد، وهناك الكثير والكثير من أمة محمد أبوا ألا يدخلوا المسجد. ما هذا؟ ما عذرك يا عبد الله؟ خبرني بالله عليك، ما عذرك أن تأبى أن تدخل المسجد وأنت في هذه الحالة؟ من أراد واعظا فالموت يكفيه. إن ما كنتش هتتعظ في الوقت ده هتتعظ امتى؟ هتتعظ امتى وتعود إلى ربك؟ مساجد مفتحة الأبواب، ماء طهور، وأرض مفروشة بالسجاد، ورغم هذا يسمع الآذان ويأبى أن يدخل ليصلي.
هتروح بقى من ربنا فين؟ هتروح تقول لربنا ايه؟ يا شباب هذه الامة كفانا ما نحن فيه، كفانا ما نحن فيه، فسارعوا بالتوبة يا ايها الناس، توبوا الى ربكم قبل ان تموتوا، وبادروا بالاعمال الصالحة قبل ان تشغلوا. انت اليوم سائر على قدمك، سائر تسير على قدمك، وتأبى ان تدخل المسجد لتصلي وانت في عز شبابك، فمتى ستدخل المسجد؟ ستدخله ليصلى عليك؟ ما الذي يحدث؟ ثم نشتكي ونقول العيش والرزق كل هذا من أنفسنا، كل هذا يوم أن ابتعدنا عن الله وأصبحت شكوتنا لغير الله، فلنرفع أكف الضراعة إلى الله ولتكون شكوتنا لله. إذا أردتم أن يرفع الله عنكم هذا البلاء، وأنا أتذكر وأنا واقف هذه الوقفة يوم أن شيعنا جنازة المرحوم محمد رنانة وجنازة المرحوم أحمد رنانة، وها نحن اليوم نشيع جنازة أخت لنا رحمة الله عليها. هكذا تمر الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أعمار أمتي بين 60 و70. عار عليك يا أخي المسلم، عار عليك أن يشيب شعرك وينحني ظهرك وتحارب الله ليلا ونهار. متى سنفيق ونعود إلى الله؟ متى سنستغفر الله ونبادر بالأعمال الصالحة قبل أن نشغل؟ كفانا ظلم بعضنا لبعض، كفانا يا أمة محمد، كفانا ظلم بعضنا لبعض، كفانا بعدا عن الله، كفانا يا أمة محمد هذا الهجر الذي نعيش فيه. لقد هجرنا القرآن وهجرنا سنة رسول الله، وانشغلنا بما لا يغني ولا يسمي من الجوع. فمتى سنعود إلى الله؟ متى يا عبد الله؟ الإمام حسن البصري رضي الله عنه كان يشيع جنازة، وبعد أن دفن الميت رأى رجل يبكي ويندب ويبكي بكاء شديد، فقال له يا أخ الإسلام ما رأيك لو كنت أنت المسجل الآن ودخلت قبرك، أنت اللي كنت ميت دلوقتي واتدفنت، ورجع عنك الأهل والأحباب وجالك المنادي وقال لك عد يا ابن آدم إلى الحياة الدنيا، فماذا تفعل؟ قال ده أنا كنت أعمل اللي ما يتعملش، أعمل الخير وصلي وصوم وزكي وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. قال له طب يا أخي ما أنت لسه عايش أهو، ما بتعملش ليه؟ أنا أخبرك أنت ميت وأنا ميت وكلنا ميتون، والله يعلم سنلتقي بعضنا ببعض مرة أخرى أم نكون قد رحلنا إلى عالم الآخرة. فاللهم ذكرنا بالموت كل ساعة. عايزك يا أخي المسلم عشان تكون مسلم وتكون تقي وتحب ربنا تذكر اثنين، تذكر الله والموت. والله لو تذكرنا الله والموت ما حدث لنا ما يحدث،
ولكن هيهات هيهات، متى سنعود إلى الله؟ متى سنعود إلى الله؟ متى سنعود إلى الله؟ فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر وارحم فقيدتنا، اللهم اسكنها فسيح جناتك، اللهم نقها من خطاياها كما ينقى الثوب من الأبيض من الدنس، اللهم اغسلها بالماء والثلج والبرد، اللهم يمن كتابها ويسر حسابها واجمعنا وإياها على خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.